لقد فتح الشيخ محمد معشوق الخزنوي عينيه على الحياة لأول مرة في قرية تل معروف جنوب شرق قامشلو في أواخر كانون الأول سنة 58 و900 وألف. ولله در أبيه، أسماه معشوقا عربونا لعشقه لهذا الوليد. بدأت علاقة الشيخ معشوق بالدراسة، حيث جلس على مقاعد المدرسة الابتدائية في مسقط رأسه تل معروف، حيث نال الابتدائية كي يبدأ رحلته التعليمية على صعيدين في آن واحد، هما الدراسة في معهد الخزنوي للعلوم الشرعية، ومن ثم متابعة تحصيله الدراسي النظامي، إذ تقدم لخوض امتحانات الشهادة الإعدادية عام 74 ونال الثانوية سنة 77، ثم التحق بالدراسة في معهد إسعاف طلاب العلوم الشرعية في دمشق، والذي كان يسمى آنذاك بمعهد الأمينية، إذ قبل مباشرة في السنة الأخيرة، ونال شهادة هذا المعهد سنة 78 وبامتياز. وهذا ما حدا بإدارة المعهد لترشيحه لاستكمال دراسته في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، حيث نال درجة الليسانس في الشريعة عام 84، ليعمل بعدها في مجال الدعوة مدرسا وخطيبا في المساجد والمعاهد الشرعية في أكثر من منطقة في سوريا، وهو ما كان يشغله عن متابعة دراسته العليا إلى وقت متأخر، لا سيما وأنه كان قد تزوج في سن مبكرة من حياته، وتحديدا في عام 73، حيث نال درجة الماجستير في العام الأول بعد 2000 من كلية الإمام الأوزاعي في لبنان عن أطروحته الأمن المعيشي في الإسلام. كذلك درجة الدكتوراه من جامعة كراتشي في باكستان عن أطروحته التقليد وأثره في الفتن المذهبية. مضنية كانت رحلة الشيخ الشهيد، متعبة كانت، لكنه لم يكل ولم يتعب. لقد عمل أثناء تحصيله الدراسي مدرسا في معهد تل معروف حتى سنة 89 كي يبرح تل معروف دون أن يعود إليها بعد خلاف، لا سيما وأن بواكير رؤاه صارت متضحة الملامح. وقع اختيار الشيخ على مدينة إدلب كي تكون أولى محطات هجرته لأسباب كانت واضحة في رأيه، وهي حيادية هذه المدينة وابتعاد من فيها عن أي سطوة قد تنعكس سلبا عليه، وهذا ما وفر له جوا ارتاح إليه كثيرا، حيث مارس قناعاته بكل حرية بعيدا عن الصور التي هرب منها، وإن كان سيواجه صور من نوع آخر، لاسيما أثناء ممارسة نشاطه خطيبا في جامع أبي ذر الغفاري ومدرسا في الثانوية الشرعية، ناهيك عن الدروس التي دأب عليها طلبة العلم في مساجد المدينة، تاركا بصماته في هذه المدينة، لاسيما من خلال دعوته إلى هدم كل جدار وهمي لا يعرفه الإسلام، حيث أنه أول من افتتح معهدا لتعليم القرآن الكريم للبنات، وهو دليل على سعة أفقه ووفائه لرؤاه ومحاولته ترجمتها مهما كانت ضريبة ذلك غالية. العلاقة بين قامشلو والشيخ متميزة، إنها تشبه علاقة الطائر بعشه، إنها تشبه علاقة الليث بعرينه، الحبيب بحبيبه. ها هو ذا يعود إلى هذه المدينة بعد رحلة الغربة المريرة، بعد رحيل والده الشيخ عز الدين رحمه الله، يستظل في أفيائها الوارفة، يدفعه إلى أحيائها وشوارعها ووجوه أناسها شوق جد غريب، كي يعمل خطيبا دون أجر، وتكون انطلاقته الأولى في جامع صلاح الدين، ثم لينقل إلى الجامع الكبير، ثم لينقل إلى جامع قاسم، يلقي خطبة أينما حل. لكن نوعا آخر من الضغوطات بات يتعرض لها وبأشكال مؤلمة، فها هو لا يكل عن حمل لواء رأيه متنقلا من منبر إلى منبر، لكنه يمنع من قبل السلطات على نحو نهائي في محطة جامع قاسم،
ولا يسمح له بالعودة إلا بعد سنوات كي يستأنف الرحلة في جامع سلمان الفارسي لتزداد قبضة التضييق عليه. من ثم قام بإنشاء مجمع البر الإسلامي في حي حلكو الفقير، هذا المجمع الذي سيتغير اسمه فيما بعد إلى مجمع الشهيد معشوق الخزنوي الإسلامي بعد استشهاده، وهو مجمع خطط الشهيد الراحل ليكون مسجدا ومدرسة ومستوصفا وروضة ومعهدا لتعليم اللغات والحاسوب، وفق الله القائمين عليه لتمامه. منذ بداية وعيه حاول الشيخ الشهيد أن يخط لنفسه مسارا مختلفا، ليس ولعا في الاختلاف، بل منطلقا من رؤية خاصة به. هذه الرؤية التي استخلصها من خلال رحلة في بطون الكتب وتشكيل قناعات خاصة به تبلورت يوما بعد يوم. لقد كان الشيخ الشهيد ظاهرة استثنائية بين رجال الدين السوريين، فالشيخ الشهيد يرى أن الكرامة الإنسانية ثابتة لكل بني آدم بتكريم الله له، بغض النظر عن الدين أو الجنس أو العرق أو النسب أو اللون أو التابعية. ومن هنا وجب التعارف والتعاون والتكافل بين جميع الجماعات البشرية، تعاونا يقوم على الحق والعدل والمساواة، لأن حقوق الإنسان مكفولة لكل فرد ولكل جماعة كما أقرتها الشريعة الإسلامية واللوائح الدولية لحقوق الإنسان. ومن هذا البعد الإنساني يجد الشيخ الشهيد نفسه في خندق الدفاع عن قيم الديمقراطية والعلمانية وفصل الدين عن الدولة وحقوق الإنسان وتمكين المرأة وإدانة العنف والإرهاب، ويعتبر أنه من الضروري تحطيم سلطة رجال الدين وإحياء الاجتهاد الإسلامي وفتح أبواب الإصلاح والتطوير وفق قاعدة احترام التعدد وحرية الاختيار من الفقه الإسلامي ونبذ التقليد الأعمى والتعصب والإقصاء والإلغاء والتكفير. وهو يرى أن رجال الدين في معظمهم يشكلون استنساخا فكريا لابد من مواجهته بدعم حرية الفكر والإبداع ونبذ ممارسة الإرهاب الفكري، سواء من قبل المراجع الدينية أو اللوبي الشعبي وما يسمى بالعامة الذين يتحكمون من خلال الجاه أو المال في كثير من القرارات والفتاوى الشرعية، ويطالب بإحياء مقاصد الإسلام الكبرى ومنحها دورا حقيقيا في التشريع كالتوحيد والعدل والخير والحب والجمال والعفاف والطهارة والحرية والمساواة والشورى وحسن الخلق. ويرفض الشيخ الخزنوي الإسلام السياسي، ويرى أن الإسلام يمتلك منظومة أخلاقية من العدل والمساواة والشورى وإصلاح شؤون الناس، ولكن هذا لا يعني أن نصل إلى حد الادعاء أن لنا في الإسلام نظاما سياسيا متكاملا تجسد في سياسة النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه في قيادة مجتمعاتهم كما يحلو لبعض الإسلاميين أن يدعيه. ويضيف أن الإسلام السياسي يناقض نفسه حين يدعو إلى فكرة الحاكمية لله، ويقتبس من الحديث الشريف قول النبي لأحد قادته: فإنهم أنزلوك على حكم الله فلا ترضى، فإنك لا تدري أتصيب حكم الله أم لا، ولكن أنزلهم على حكمك. ليس من حرج في الدعوة للعلمانية. ويستنتج الشيخ الشهيد أن المسلمين ليس عليهم فقط ألا يتحرجوا من العيش مع أي نظام علماني ديمقراطي يؤمن بفصل الدين عن الدولة، بل عليهم أن يدعوا هم إليه، لأن الإسلام دين الله، وهو أسمى من أن يكون مطية لطاغية أو شماعة لجرائمه كما حصل خلال التاريخ. وإننا اليوم بحاجة ماسة إلى أن نضع الحكام أمام مسؤوليتهم وننأى بالدين عن تصرفاتهم لتتمكن الشعوب من محاسبتهم ومحاكمتهم، فقد ولى عهد الأباطرة الذين كانوا يخدعون شعوبهم بأنهم يحكمون باسم الله. ويدافع الخزنوي عن الأفكار الليبرالية في الرأي والرأي الآخر والتعددية وحق الاختلاف وحرية الرأي
وحرية الكلمة وحق التعبير وإعذار المخالف، التي يعتبرها البعض مصطلحات غريبة وغربية، ولكنه يؤكد أن المنجز الديمقراطي اليوم مؤسس عبر تاريخ الثقافة الإسلامية، بل إن كثيرا من مصطلحاته ورموزه كانت محل استعمال في الأداء العربي اللغوي. ويضيف أن الرؤية الإسلامية للديمقراطية تعرضت للاغتيال على يد الفقهاء والسلاطين، وانتقل الموقف السياسي من الاجتهاد إلى مزيد من القمع والقهر، ورسمت الأحكام القاسية الرهيبة تحت اسم مكافحة الزندقة، وتضمنت هذه الأحكام السجن والصلب والسحل والقتل. ويتبنى الخزنوي موقفا متقدما من مسألة تمكين المرأة، وهو يلوم المفكرين وعلماء الدين بالتراجع عن فكرة حركة النهضة والتنوير التي تبناها العلماء المتنورون في القرن الماضي. أما هو فيرى في المرأة شقيقة الرجل، بمعنى أنها تتمتع بكل المزايا والصلاحيات، لا فارق بينها وبين الرجال إلا ما جاء نص صحيح ثابت من الكتاب والسنة قطعي الدلالة بخلاف ذلك، أي بتمييز أحد الجنسين على الآخر لعلل محددة تتغير فيتغير الحكم بتغيرها، وذلك فقط في حدود ما أمر به النص الشرعي من غير أقيسة فاسدة أو خيالات مريضة شاطحة أو إسقاطات نفسية متشنجة. ويدين الشيخ الشهيد مطلقا فكرة الإرهاب المتمثلة في التعدي على الحياة الإنسانية بصورة باغية متجاوزة أحكام الله، تروع الآمنين وتعتدي على المدنيين المسالمين، تجهز على الجرحى وتقتل الأسرى. ونشجب هذه الممارسات ونرى أن وسائل مقاومة الظلم وإقرار العدل لابد من أن تكون مشروعة، فالخطأ لا يعالج بالخطأ، وندعو الأمة للأخذ بأسباب القوة لبناء الذات والمحافظة على الحقوق، ونعي أن التطرف تسبب عبر التاريخ في تدمير بنى شامخة في مدنيات وحضارات كبرى. إن الإسلام معدن ثمين كما عبر عنه الشيخ الشهيد، ولكن ما حدث هو أنه عبر رحلة 14 قرنا تراكمت عليه الكثير من الأدران والدنايا التي تعيش عليها طفيليات كثيرة، وإذا ما أردت أن تزيل هذه الطفيليات عن المعدن الثمين هبت في وجهك لئلا يعود الإسلام إلى المسار الصحيح. لقد كان الشيخ مشروعا إسلاميا كرديا للعالم. لقد قال إن البعض قدموا الإسلام مشوها عن طريق السيارات المفخخة، والبعض الآخر عن طريق الميوعة والأفكار التكفيرية. والرهان علينا اليوم نحن الكرد أن نقدم للعالم إسلاما معتدلا بدون ميوعة ولا سيارات مفخخة ولا أفكار تكفيرية. ولأجل ذلك كان يقول ما من أمة إلا وأدخلت الإسلام عبر فلترها الخاص، ولذلك يجب أن يكون هناك إسلام خاص بالكرد يصون ويحافظ على تقاليدهم بما لا يتعارض وجوهر الدين الإسلامي الحنيف. القضية الكردية. لقد نظر الشيخ الشهيد محمد معشوق إلى القضية الكردية فآلمه واقع إنسانه الكردي الذي طالما خضع على أيدي إخوته المسلمين، وتنطع للوقوف في الخط الأول مدافعا عن هذه القضية انطلاقا من ضخامة حجم الظلم الذي لحق بهذا الإنسان، دون أن يدفعه هذه النصرة لإخوانه وبني قومه الكرد إلى اتخاذ موقف عنصري، لأنه كان يرى أن يكون مسلما حقيقيا يعني أن يكون مدافعا عن قضية هذا الشعب. تشنا خريف من درباس من خازم شوار بيش يكشي دقورزي كان ولوريدا شاريبو ازو فوكسك يلقى يهبون ايشير زنامدا يعني غريب وجامير نجوه بس بلكي ركاب المهان كنا قيدت بقراها شعب المكير ولو ام ماجد بيه هبطي مع سكني فقيرو لو ابو عبد هنا مسلمان يا عم الله فقيرو شاش ابو عبد هاتي ولو شعوري ولو دار اسكرن يعني يا دوا
از دمشي ملقاي يركبون يعني شيل بنجي صالي بو سرير تازي بو بي إشارج بي تشتكبو دبيقو سروكاوي سرير دكتبي ودبيقو فقير يجيبو يرو عيدها ما أجي وكما خلق عزيه وكتبي أشوف شبابيكو تكتبي يعني شعب المكير وقتها قو أزدبرنا شون دستيخو عبيتا جلك إنزام شلو هذا بو مرش بو شادة بو تشتيقو بدس كد عبيتا تسريخو أزدبرنا حقيقة ولو أزدبر شام وقتها قو زهاد منها بريدة بيركا كيديسة شعب المكير مش خورتارا قوت قو قركي قو فاسو فيك جهاتيا يعني دمك شقا أم الله وشيخ وصوفي شقا أم خدي سوجن شقا سوجن مقرانا قو على قامة بملاتي مرة بوا غريب يعني وحدة بأسلاب الحلام ملاتي خدي سكنن غريب تينا سكنن أو زلام دميني شاش حوا شيخ ريالي بركتيا أفقيرا في رقاقو سنوية تازي اگر از حلاوه سکنی بانا برینها زانی با صاحبونا ويصاحبونا منا مرنا ويمرنا منا وبري سهصالي اسمالا ويسرية بانا ولكن فقير فين كرقو شيخ ملا ناني خود داخل كده كر صاحبونا ويشيريا وقتيز بمرم المنابرسي يابو اسمالا تجي شيخ شلرا أو يظن كردو دسمال عشيخة وقت يقول الشيخ المنابرسي اسمه لا يبرشي. ورغم هذا كان يأبى العمل السياسي المنظم مختصرا دوره في نزع الألغام الإسلامية التي كانت تزرع في وجوه الكرد والمطالبة بحقوقهم في كافة الميادين، مؤكدا أن لا بديل عن الحركة السياسية الكردية فلكل دوره في خدمة القضية الكردية. سئل الشيخ الشهيد ذات مرة: أنك تقترب من حزب ما؟ فقال: إن تحرير الشعوب يبدأ بالعمل، وأنا أعمل، ومن يعمل أيا كان سيجدني بجانبه وفي الميدان. وقال مرة: أنا متطرف في حب قضيتي، وكل من يعمل بهذا النفس سيجدني إلى جانبه. أجل، لم يكن عضوا في حزب كردي، لكنه كان يحفز كل كردي أن يعمل قارعا كل النوم للاستيقاظ من سباتهم العميق. حقا لم يقصر الشيخ في الذود عن الإنسان الكردي من خلال منبر جامعه في البداية، ومن خلال منابر أوسع عندما سنحت له الظروف، فرأى نفسه أنه أقرب إلى أكراد حلبشة من مسلمي البوسنة والهرسك، لذلك فإن استغاثته من أجلهم هي أولى، وهو ما فعله في كل مؤتمر حضر. لقد حضر مؤتمر الشباب العالمي في الرياض وتحدث عن الكرد ومجزرة حلبشة، فسمي أحد شوارع الرياض باسم حلبشة، قائلا آنذاك: إن أحفاد صلاح الدين لا يستحقون كل هذا من المسلمين، وتحدث مطولا. عندها نهض ممثل البرابرة في الصحراء المغربية قائلا: مشكلة شعبي مثل مشكلة الشيخ. فمد الشيخ الشهيد يده إليه مصافحا ومعانقا بحضور السيد عبد الرحمن سوار الذهب رئيس السودان الأسبق، والفلسطيني خالد مشعل، ومفتي لبنان، والدكتور عبد المجيد الزنداني. الثقافة والتراث الكردي. لقد أولع الشيخ الشهيد بالثقافة والتراث الكرديين. صحيح أنه وبسبب ظروفه لم يكن متفرغا للاشتغال عليها كما ينبغي، لكن تلك الروح الشفافة لديه كانت تتوقه إلى حب الجمال، فكان خير متذوق له. لقد أحب الرقصات الكردية الشعبية، ولعل مثل هذا الحب خصيصة امتازت بها أسرته الخزنوية كما قد لا يعرفها الكثيرون. لقد شغف الشيخ نفسه بالرقص، ووجده المقربون منه أكثر من مرة وهو ينخرط في حلبة الرقص الكردية،
يرقص الشيخاني، بل ويغني أغنية مؤثرة بالنسبة إليه كان ألفها ولحنها بنفسه، بل وتناول مطلع أغنية كردية معروفة وبدأ يضيف إليها أبياتا راح ينشدها على طريقته مراعيا ألحان الأغنية، وللأسف لم يتم تسجيلها بصوته. شهيد نمرين دلي مدى لازم خوينا ومبهذا قردي لازم خوينا ومبهذا قردي جبو حقي جياني قربانتكن جبو حقي جياني قربانتكن حتى كاس مظلوم نميني جبو كاس بين داستنا مني أقر كتيا دل من خونك في جاف من أقر كتيا دل من خونك في جاف من وانظر جاف دور خستن بهفراد استخا هلدن وانظر جاف بار شكرن بهفراد انقخا هلدن. ولقد كان عرس ولده بدر الدين علامة فارقة في تاريخ منطقة الجزيرة، دعا إليه كافة ممثلي الطيف السياسي، وفي فترة حرجة من تاريخ هذه المنطقة حيث جاءت بعد انتفاضة قامشلو كسر الطوق المضروب حول الكرد آنذاك، ودعا الفرق الكردية لإحياء تراثها على مسامع ومرأى الجميع. حلم الشيخ معشوق بإقامة معرض للتراث الكردي بقامشلو، وكان ذلك في رأس أجندة مشاريعه، لكن وللأسف لم يتمكن من تحقيق مثل ذلك الحلم تماما، مثل ذلك الحلم الكبير الذي حدث الكثيرين عنه في تأسيس معهد لتدريس اللغة والثقافة الكردية، معاهدا أن يكون بنفسه أول طلاب هذا المعهد. أصلاً تكلم قواعد كرمانيا مش كسوي نسيتي تلوي بهتر شوي عربية مي خوش وأجر شكستنا كرمانيا مذهبي نسو جيمنا اگر مدرسه ما هبنا معلمات بازمانه ما يدي چاندا ما كلترا ما مطلقه ويكون ما جيام بشنها باشتر بانا ولكن روكيكو مدرسه وشيربن متى بسجلن ازي كرمانجيا خوزي. لم يعرف الشيخ الخوف، وكان على الدوام يقول كلمته في وجه آلة القمع، على الرغم من أن رموزا من السلطة هددوه ما لم يرعوي، إلا أنه واصل أداء رسالته دون أن يتأثر بهذا الوعيد وذاك التهديد. لقد حطم الشيخ الشهيد جدار الخوف، فكان أول من استقبل السفارات الأوروبية في مكتبه لدراسة أحوال الكرد. از هاتم جوانا بيجن ام تمام دست بدست ياك بياك ام خديه بملتنا وقت سنوك بيجي القومية الكردية جزء من النسيج السوري معناه حكم ناس بو مكوري في واللاطي سعران بو سعران غير ما يعني معناه شخوي حبس يمينا دركتن زندانا معناه شخو معناوينا طلابي ما يقو فصل بون الجامعات ويفقري فرقو أصبح جزءا من النسيج السوري. أو 300,000 يقول فوسيوان
قوانين شخوين بوسي والوا بقريش بركو اصبح جزءا من النسيج السوري. وقتيكو ازوتا شونا وظيفك ام خموصفين فرعكي مخابرات هاد بنت نيبسان تقو كردي من اصل تركي نما كان بنيبسيني. وقتيكو ازوتا وظيفك دبون بجرة قلم عنصركي مخابرات هاد برنامج تقو خطر على امن الدولة نما كاري. كردستان بيجي كردستان بيجي كردستان بيجي كردستان بيجي كردستان بيجي كردستان بيجي. زمانك يدي بيراوا ديو بابي من نابل المذكرن وقتيكو ونابي خد بشيان دا نفوسي نابيتا تكو هرتن قيماوي ندها تكو ديني كاوا شيار فلان نما كاري يرو ديني تو بابو كالي خوا تاريخ خوا چند داوا ونابي كنده خوا نامك داني بو دهات النابي وكنده ودقارتن افرد كن يرو تخذ بيدا كوست مكو نابي كنده ما مثلا كركي حجير ابو نما كاري ديني اتلتين وقتي زارونا وهابون ليسانس بوارنا ماجستير بوارنا دكتوراه بواريا مكو جيزر هاد فروشن امنا ما جيزر هاد فروشن. وقتيكو عز جزء من النسيج السوري بم اذا الحكم افحى قيمتين كونون معناه يشخط حلال متكي. وفي 10 من أيار قامت عصابة من الأجهزة الأمنية باختطاف الشيخ الشهيد، وعبر استجوابات كثيرة تعرض لها ليتنازل عن قضيته العادلة، مورس في حقه آنذاك كافة أشكال الترغيب والترهيب. وعندما وقف الشيخ الشهيد كالجبال الراسية في وجه جلاديه لم يكن من بد إلا الترهيب، فتعرض جسد الشيخ الرقيق لعمليات وحشية من التعذيب نقل على إثرها إلى مشفى تشرين العسكرية بدمشق، حيث حاولت تلك الجهات إنقاذ وإصلاح ما يمكن من ممارستها الوحشية بحقه، إلا أن قدر الله قد جاء وعلى إثرها فارق الشيخ الشهيد الحياة. وأيضا قامت العصابة المجرمة من غير أن تأخذها شفقة أو رحمة، بل على العكس تماما أرادت استغلال اغتيال الشيخ الشهيد لخلق فتنة عرقية ومناطقية عبر دفن جثمان الشيخ الشهيد في أرض مدينة دير الزور. وفي الأول من شهر حزيران اختلقت الأجهزة الأمنية رواية مفقودة المصداقية، وقامت بممارسة أولى حلقاتها عبر اصطحاب أنجال الشيخ الشهيد وبأسلوب أمني عصاباتي إلى مدينة دير الزور لتسليمهم الجثمان الطاهر، وثانيا عبر إخراجها مأجورين يعترفون بالجريمة. في صبيحة الأول من حزيران وعند 11:00 تلقت مدينة قامشلو نبأ الفاجعة المزلزلة، وخرجت بشيبها وشبابها ورجالها ونسائها تعلوهم غضبة، متجهين لاستقبال الجثمان الطاهر مرددين الشعارات: قامت الجماهير الكردية بتوديع الشيخ الشهيد، حيث قامت بلفه بالعلم الكردي
ليضيف اسمه إلى أسماء الخالدين من علماء الكرد من أمثال القاضي محمد والبرزني الخالد، وبالصلاة عليه في جامعه بحي حلكو، ثم دفنه في مقبرة قدوربك بجانب إخوته شهداء انتفاضة 12 من آذار. لقد رحل الشيخ الشهيد دفاعا عن مظلومية شعبه، تاركا بصمات واضحة في تاريخ الكرد، شهيدا لها حيث استجاب الله دعوته التي دعاها على جبل عرفات عندما حج إلى بيت الله الحرام عام 82، حيث قال: اللهم أمتني مظلوما لا ظالما، اللهم أمتني شهيدا. وعندما سأله أحد أصدقائه: كيف تموت شهيدا ولا حرب بين الإسلام وأعدائه؟ فأجابهم الشيخ الشهيد: من مات دون حقه فهو شهيد. لست بحاجة، إذا كان البعض بحاجة إلى أن يحتفل بالموت، فأنا أحد الناس الذين هم ليسوا بحاجة إلى أن يحتفلوا بالموت، إلا إذا تمكنا أن نحول الموت إلى حياة. من الذي نومكم؟ من الذي أفهمكم أن الحياة لا توهب إلا للموتى أمثالي وأمثالكم؟ إن الحقوق أيها الإخوة لا يتصدق بها أحد، إنما الحقوق تؤخذ بالقوة. دماء الشهداء يجب أن تكون قطراتهم سقيا لشتلات حقوقكم. لن نسمح بعد اليوم أن تنسوا شهداءكم، لكن الحقيقة أن من يطلب من أحد أن يشتم أهله ينبغي أن يبصق في وجهه. اسمح لي أن أقول لك ولأمثالك من شهداء هذه الأمة: نحن جميعا، أنا وأنتم وكل أبناء شعبك يا فرهاد، نحن شركاء في دمك، شركاء في هدر دمك، لأننا نمنا حقبة طويلة. كلنا شركاء في دمك، كلنا أسلمناك، كلنا خذلناك أنت ورفاقك. يوم لم نسأل عنكم، يوم لم نسائل جلاديكم، يوم لم نطلب محاكمتهم، من السهل جدا أن يصدر مرسوم يخرج السجناء من السجون، لكنه لا يمكن لكل مراسيم الدنيا أن تعيد حياة فرهاد ونيفا و20 من شهدائنا. فقط مرسومكم أنتم إذا عزمتم على الحياة وحاولتم أن تقفوا على أرض صلبة لتطالبوا بحقوقكم كبشر. أنا أعلم أن نصر الله قريب، ولكن نتمنى جميعا أن لا نموت قبل أن يقف أضعف رجل منا على قبرك ليقول: ها نحن أحيينا شهداءنا وحيينا بهم، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. لله رب العالمين. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك.
سبحانك اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. أشهد أن لا إله إلا أنت وحدك ربي لا شريك لك، وأشهد أن سيدنا محمدا عبدك ورسولك وخاتم أنبيائك فلا نبي بعده. من رغب في سنة محمد وصل، ومن رغب عن سنة محمد غوى وخسر وضل وانفصل. اللهم فصل وسلم وبارك على هذا النبي العظيم صاحب الخلق الكريم سيدنا محمد، وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أوصيكم عباد الله بتقوى الله، وأحثكم على طاعته، واستفتح بالذي هو خير. يقول رب العزة جل جلاله في محكم كتابه وفصيح بيانه: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. ويقول: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. ويقول رسولنا الأعظم نبينا الأكرم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك. لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له. أيها الإخوة، في بعض المواقف ينحرج الرجل ماذا يقول، وأظنك قد وقعت في مثل هذه المواقف حين تمر في طريق وتجد حادثا ذهب ضحيته طفل أو رجل. ماذا تفعل؟ السائق هرب، ماذا تفعل أنت؟ هل تترك الضحية تلفظ أنفاسها؟ ضميرك لا يتحمل. هل تسعفها؟ إذا تكون قد وقعت في مشكلة. ربما علقت مع الشرطة والضبط وأصبحت أنت المتهم، لا تدري ماذا تفعل، تقدم رجلا وتؤخر أخرى. واليوم أنا في هذا الموقف حين أتحدث عن الأمانة أجد مجتمعا يلفظ أنفاسه. هل أضع يدي على مواضع الجرح؟ هل أوقف النزيف؟ إذا ربما أصطدم مع بعض المشاعر. هل أدعه ينزف؟ يموت. لابد إذا أن أضع يدي على مثل هذه النقاط.
والتمس العذر ان كنت صريحا الى درجة ما. الامانة ايها الاخوة خلق عظيم واساس متين من اسس الاصلاح والعمران. الامانة خط عريض من الخطوط البارزة في سجل الحضارة والمدنية والعيش الرغيد. إذن أستطيع أن أقول لا تستقيم حياة ولا يصلح مجتمع ولا تسود أمة ولا يشمخ فرد إلا بالأمانة. لا الأمانة التي أجهضتموها، لا أقصد بالأمانة تلك التي خنقتموها حتى ضمرت وأصبحت حكرا على دريهمات تودعها عند غيرك. لا، إنما أقصد بالأمانة تلك التي يتسع مفهومها تتشعب طرقها تتعدد نواحيها حتى تشمل الحياة كلها، حتى تعم الدين كله بكل عقائده، بكل عباداته، بكل فروضه واحكامه، بكل رسومه وحدوده، بكل اخلاقه، قيمه، مبادئه، سننه. اذ الامانه في عرف الاسلام ايها الاخوه هي كل شيء اؤتمنت عليه من مال وودائع وكنوز وغنائم وعلوم واسرار وحكم وقضاء ووظيفة ومهنة وحكم وقول وعمل وطاعة وعبادة وحركة وسكنة وخلق وخلق ومال وولد وشعب وبلد وكل ما كلفت بالمحافظة عليه وأدائه والتعامل معه بالشكل والوجه الذي يرضي الله ورسوله. وأي تفريط في الأمانة أيها الإخوة، أي تفريط في الأمانة سيؤدي إلى اختلاف موازين الحياة وشيوع الخيانة في الأرض وسيادة الفساد بين العباد. فبالأمانة تنمو العلاقات وتتعمق الصلات وتتوثق الأخوة وتقوى الروابط وتتمتن الأواصر. بالأمانة تذبل الخلافات، تضمحل العداوات، تتلاشى الخصومات. وبدون الأمانة سيقع المجتمع فريسة بين براسن الخيانة وتحدث في الأرض فتنة عريضة وفساد كبير وشر مستطير. وإن وقتكم الحاضر ومجتمعكم المعاصر لهو أكبر دليل
على النتائج السيئة التي تترتب على الخيانة. ولو جئت اليوم في هذا العصر الذي تلاشت فيه الأمانة واضمحلت وضمرت، لو جئت تتأمل في المجتمع أين تجده؟ ستجده غارقا في أوحال الخيانة، تدنست أثوابه حتى أعلاها بأوساخها. لو أنك جئت إلى المجتمع ستجد الريبة عمت كل الناس، والشكوك ساورت كل النفوس، والوساوس خالطت كل القلوب، حتى طغت المادة وتحكمت الشهوات وسيطرت الأهواء وفسدت الضمائر وخربت الذمم. قل الخير وفاعلوه وكثر الشر وحاملوه، حتى أصبح المجتمع في حالة لو جئت تبحث عن أنقاضه، لو جئت تبحث بين أنقاضه عن بقايا الأمانة لما وجدت إلا آثارا هزيلة ضعيفة بالية نخرة تتواجد في زوايا مهملة في المجتمع. هذا كلام أيها الإخوة أظنكم جميعا توافقونني عليه، فهو واقع نشعر به جميعا وحقيقة نسلم بها بل نلمسها كل لحظة. نحن جميعا نجمع على أن الخيانة أفظع مرض، أشد داء، أخطر خلق يهدد المجتمع وينسف كيانه من أساسه. هذا كله أنتم مجمعون عليه، غير أن الذي أراكم ستجمعون عليه وهو حقيقة لا شك فيه، أن كل واحد منا يوزع ألقاب الخيانة والأمانة كما يشاء وحسب ما يريد وتقتضيه المصلحة، حسب ما تقتضيه المصلحة. لذلك تجد الواحد منا يرى نفسه أمينا وفي قمة الأمانة، ويرى غيره خائنا جاثيا راكعا في حضيض الخيانة. لكن أيها الإخوة، لكن الأمور لا تحصل بالتمني ولا بالادعاء. المسألة تحتاج إلى أدلة وبراهين. للخيانة والأمانة قواعد، موازين، بها تستطيع أن تتعرف على موقفك، على مكانك في المجتمع، وهل أنت تقف بين الخونة أو الأمناء؟ هل أنت أمين؟ هل سألت نفسك يوما ما؟ هل احتكمت إلى هذه القواعد لترى نفسك هل أنت أمين؟ إذا لم تكن قد حاولت سابقا تعال معي لنحاول سوية. هل نحن أمناء؟ هل أنت أمين؟ أسألك، لا تستعجل بالإجابة، سأعرض عليك نقاطا ومسائل
على ضوئها أجب أنت نفسك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. هل أنت أمين؟ عيناك هل تمدهما إلى ما متع الله به أزواجا من الناس زهرة الحياة الدنيا ليفتنهم فيه؟ إن فعلت فلست أمينا على عينك، إنما أنت خائن. عيناك هل تنظر بهما إلى عورات الناس وخبايا بيوتهم؟ إن فعلت ذلك فأنت خائن. سمعك هل تسترق به؟ هل تتجسس به على الناس؟ هل تسمع به الغيبة، النميمة، الشتم والسب واللعن والكفر؟ إذا أنت خائن. لسانك هل تلمز به الآخرين، تنتقصهم به، تحتقرهم، تخوض في أعراضهم، تأكل به لحومهم؟ إذا أنت خائن. شهوتك هل تنالها مما حرم الله؟ لذتك هل تبحث عنها خارج الحدود التي رسمها الله لك؟ إذا أنت خائن. قلبك هل تسمح للأوهام والوساوس والخطرات أن تجوس خلال دياره؟ إذا أنت خائن. صدرك هل جعلته مزرعة بذرت فيه بذور الحقد والحسد والعداوة والكراهية؟ إذا أنت خائن. عقلك، تفكيرك هل عطلته؟ هل وأته في تراب تقليدك للآخرين؟ هل سجنت وراء قضبان حديدية من شهواتك؟ إذا أنت خائن. يداك هل تمدهما إلى ما منعك الله أن تمدهما إليه؟ بغش، باحتكار، بسرقة، بغصب، بظلم، باعتداء، بجرح، بقتل. إذا أنت خائن. رجلاك هل تمشي بهما إلى ما منعك الله أن تسير بهما فيه أو إليه؟ إذا أنت خائن. وقتك، زمنك، فراغك، ساعات عمرك كيف تستهلكها؟ باللهو واللعب، بالعبث والمجون، حول طاولات النرد والقمار، بقراءة المجلات الفارغة، بمشاهدة الأفلام الفاسقة. إذا أنت خائن. مالك يوم كنت تجمعه هل كنت لا تتحرى الحلال؟ اليوم حين تنفقه هل لا تتحرى طاعة الله وخدمة المجتمع؟ إذا أنت خائن. صلاتك
هل تتهاون فيها تراخيا أو تركا؟ هل تتساهل في فروضها في شروطها؟ إذا أنت خائن. إن كنت تحافظ على صلاتك، هل هذه الصلاة لا تنهاك عن الفحشاء والمنكر؟ إذا أنت خائن. إن كنت من الذين يرتادون المساجد، هل تؤذي من في المسجد وفي طريق المسجد بصوتك، بصورتك، بمظهرك، برائحتك؟ إذا أنت خائن. إن كنت صائما، هل صومك إمساك عن الطعام والشراب ثم ترك لعنان الشهوات؟ إذا أنت خائن. زكاتك، هل تتلاعب بها وتعبث بها وتضعها في جيوب الأغنياء من أقاربك وتضع الجيران جياعا؟ إذا أنت خائن. حجك، هل فسقت فيه ورفثت وعدت كما يقول المثل: عدت إلينا شفرة بعد أن كنت سكينا؟ إذا أنت خائن. إن كنت ابنا، هل تعق والديك في طاعة الله وتطيعهما في معصية الله؟ إذا أنت خائن. إن كنت أبا، هل تهمل أبنائك، تدفعهم إلى الشارع يتلقون تربيتهم من كل رائح وغاب؟ إذا أنت خائن. إن كنت أمة، هل تذهبين إلى مشاويرك وسهراتك تبتغين شهواتك وأهوائك فيما تسمينه أنت عمل، وتتركين طفلك عند الخادمة، عند الجارة، عند الجدة العجوزة، أو في دور الحضانة حيث يتلقى تربية غير تربية دينك. إذا أنت خائنة. إن كنت زوجة، هل تتجملين للشارع وتتزينين لأبنائه أضعاف ما تتجملين لبيتك وتتزينين لزوجك؟ إذا أنت خائنة. إن كنت زوجا، هل تسمح لزوجتك أن تخالط الرجال وتختلي بهم وتستقبلهم دونك؟ هل تسمح لها أن تخرج كاشفة شعرها مبدية صدرها أو نحرها معرية ساعديها أو ساقيها؟ إذا أنت زوج خائن. حين تصاحبها في سوق، في طريق، في محل، وتراها تتقصع في مشيتها، تتمايل في حركاتها، هل تسكت؟ هل تنبسط؟ بل هل تعجب أنت الآخر بحركاتها اللطيفة وقوامها الرزين الذي به استطاعت أن تلفت أنظار أبناء الشارع؟
إذا أنت خائن. إن كنت تاجرا أيها الإخوة، أيها الأخ المسلم، إن كنت تاجرا وترك الزبون أو المشتري الأمر لدينك، لضميرك، لوجدانك، غره مظهرك، احتمى بلحيتك، اختفى بين حبات سبحتك، اعتصم بصورة شيخ من مشايخك تعلقها في صدر حانوتك، احتمى بحجاتك السبع اللاتي حججتهن ولم تفهم منهن شيئا، هل ستعطيه أسوأ بضاعة بأغلى سعر؟ إذا أنت خائن. إذا بعت سلعة معيبة هل تسكت على عيبها؟ هل تطفف الكيل والميزان؟ إذا بعت 100 غرام من الشاي هل تضعه في كيس ورق يزن 50 غراما؟ إذا أردت أن تبيع كيلوا من الحلو هل تضعه في كرتونة تزن نصف كيلو؟ لتبيع الورق بسعر الشاي والكرتونة بسعر الحلو، إذا أنت خائن. هل تبيع الماء الأبيض على أنه حليب؟ وكما يقول المثل: هل بركة الحليب في يدك كما أن بركة السنين في يد أمك؟ إذا أنت خائن. هل تبيع الماء على أنه مازوت أو تبيع الغاز على أنه بنزين؟ إذا أنت خائن. إن كنت قصابا هل تبيع الشحم بدل اللحم والمصران بدل الشحم والجلد بدل المصران والأوساخ بدل الجلد؟ إذا أنت خائن. إذا استقرضك رجل مالا وليس له عليك بينة هل تنكر حقه؟ إذا استودعك وديعة هل تستعملها دون إذن من صاحبها؟ إذا أنت خائن. إن كنت متعهدا هل تلتف على دفتر الشروط؟ هل تتهرب من القيود؟ هل تعمل في الخفاء وتبني في الظلام من أجل أن تنقص كمية الإسمنت أو الحديد، أو تضع البلوك موضع الحجر أو الحجر موضع الإسمنت المسلح؟ إذا أنت متعهد خائن. إن كنت مهندسا هل تستلم من هذا المتعهد الخائن عمله على علاته وعيوبه مقابل أن يدهن شواربك بسمنه أو يغمس خبزك في زيته؟ إذا أنت مهندس خائن. إن كنت معلما هل تهمل واجبك
تجاه طلابك؟ هل تهمل واجبك في تحضير دروسك؟ هل تدع براعم المجتمع التي وضعت في عهدتك، هل تدعها تذبل بين يديك؟ هل توقع الساعات التي ما حضرت إلا في نهايتها، أو ربما ما حضرتها أصلا؟ إذا أنت معلم خائن. إن كنت معلمة، هل تشغلين طلابك بسنارة المغزل وتصفيف خيوط الحرير والصوف من أجل أن تنسجي لقوامك الرزين بلوزة، أو لزوجك كنزة، أو لطفلك بدلة؟ إذا أنت معلمة خائنة. إن كنت مراقبا في مركز امتحانات، هل تتحرك كساعي بريد؟ هل تعمل كمراسل تنتقل من زاوية إلى زاوية، تنقل الراشدات من طالب إلى طالب؟ وأكثر من هذا، هل تمزق ورقة ابن فلان ليتأتي بدلا عنها ورقة كتبت في الخارج وجهزت على طريق الأبنية المسبقة الصنع؟ إذا أنت مراقب خائن. إن كنت مراقب تموين، هل تشارك بعض التجار مقابل أن تسكت عنهم ويناصفوك ما سرقوه؟ إذا أنت خائن. إن كنت أمين مستودع، هل تمد يدك إلى ما فيه بسرقة ثم تضرم فيه النار لتتلف الموجود مع المفقود، تضيعهما معا، أو تعرضه للشمس والرطوبة لتنظم أنت ومن معك ضبطا بإتلافه، ثم تتقاسم ما بقي منه؟ إذا أنت لست أمين مستودع، إنما أنت خائن مستودع. إن كنت خبيرا في مكتب حبوب، لا أدري ماذا يسمونه، مجرمة، إن كنت مجرما، هل تبخس الناس بضاعتهم إلا إذا أعطوك؟ وبعد ذلك إن أعطيت، هل تستلم التراب بدل الشعير والشعير بدل الحنطة ما دامت حصتك مؤمنة؟ إذا أنت لست مجرما في مكتب حبوب، إنما أنت مجرما في مكتب حبوب. إن كنت طبيبا، هل تغض نظرك إذا جاءت امرأة إلى عيادتك؟ هل تغض نظرك؟ هل تقتصر على مواضع الضرورة وتعاملها على أنها أختك وأن عرضها أمانة في رقبتك؟
إذا أنت طبيب أمين، وإلا فأنت خائن. هل همك جيب مريضك دون صحته؟ إذا أنت خائن. هل تجري عمليات الإجهاض السرية في عيادتك أو مشفاك مستغلا الظروف القاسية التي وقعت فيها بعض فتيات الشارع؟ إذا أنت طبيب خائن. إن كنت صيدليا هل تصرف الوصفات دراهم بدل الأدوية لتقاسم الغشاشين الذين يسرقون من صناديق نقاباتهم؟ إذا أنت خائن. إن كنت سائقا هل تقود سيارتك دون أن توفر فيها أسباب الأمان؟ هل تحملها فوق طاقتها؟ هل تقودها بسرعة تزيد على المسموح بها فتعرض حياتك وحياة الآخرين للخطر؟ إذا أنت سائق خائن. إن كنت رجل مرور هل تتسامح مع هذا السائق المتهور ما دام يقذف على وجهك 10 ليرات؟ إذا أنت رجل مرور خائن. إن كنت ضابطا هل تعطي لعناصرك إجازات طويلة الأجل مقابل أن يتنازلوا لك عن رواتبهم؟ إذا أنت ضابط خائن. إن كنت رجل أمن هل تكتب ضبطك كما شاهدت وسمعت؟ فأنت رجل أمن أمين. أم أنك تزيد عليه أملاحا وتوابل من عندياتك؟ إذا أنت رجل أمن خائن. إن كنت رئيس مفرزة مخفر دورية أكبر أو أصغر هل تفرض على عناصرك الإتاوات والضرائب مقابل أن تطلق أيديهم في منطقة ما يعبثون ويسرقون وينهبون ويرتشون؟ إذا أنت خائن. إن كنت كاتب تقارير هل تكتبها انطلاقا من مصلحة الأمة ومنفعة الشعب؟ إذا أنت كاتب تقارير أمين. أما أنت تكتب لتزيد رصيدك من التقارير ولتضرب الرقم القياسي وليقال عنك إن خطك جميل ولسانك فصيح؟ إذا أنت خائن. إن كنت محققا هل تحقق على ضوء قول الله يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين؟ إذا أنت محقق أمين، وإلا فأنت خائن. إن كنت محاميا هل تتوكل للمظلوم فقط؟ إذا أنت محام أمين.
أم أنك تتوكل لكل من يدفع لك؟ فأنت حينئذ محام خائن. إن كنت قاضيا، هل القوي عندك ضعيف حتى تأخذ منه الحق؟ وهل الضعيف عندك قوي حتى تأخذ له الحق؟ إذا أنت قاض أمين، وإلا فأنت خائن. إن كنت رئيس شركة، مدير دائرة، هل تستخدم الموظفين على أساس خبراتهم وكفاءتهم بغض النظر عن انتماءاتهم القومية أو اتجاهاتهم السياسية؟ إذا أنت مدير أمين. أم أنك تتغافل الخبرة وتتناسى الكفاءة وتعينهم بموجب اتجاهاتهم أو على أنهم من عائلتك أو عشيرتك أو بني قومك؟ إذا أنت مدير خائن. هل تستعمل هاتف الدائرة لمصلحتك؟ هل تكتب على قراطيس الدائرة حاجاتك الخاصة؟ هل تستعمل سيارتها في غير ما تسمح بها أنظمتك؟ إذا أنت خائن. هل تصرف قسائم البنزين دراهم تضعها في جيبك أو مازوتات تضعها في بيتك؟ إذا أنت خائن. إن كنت عاميا وجهلت شيئا من أمر دينك، هل تخجل ولا تسأل أهل الذكر؟ إذا أنت خائن. إن كنت عالما وسئلت عن حكم شرعي، هل تسكت طمعا في شيء أو خوفا من شيء؟ إذا أنت عالم خائن. إن كنت خطيبا، هل تأمر الناس وتنسى نفسك؟ إذا أنت خطيب خائن. إن كنت إمام مسجد، إمام بلد، هل تقول لجمهورك اسمع لقولي ولا تنظر إلى عملي، ينفعك قولي ولا يضررك تقصيري؟ إذا أنت إمام خائن. إن كنت مربيا أو كما يقال لك شيخ طريقة، هل تربط أتباعك والمحسوبين عليك، هل تربطهم بكتاب الله وسنة رسوله؟ هل تعلمهم على حب الناس جميعا وخدمة الخلق جميعا والتفاني في سبيل مصلحة الناس جميعا؟ إذا أنت شيخ أمين. أم أنك تبني بين أتباعك وبين المجتمع أسوارا حتى لا يبصروا الحقيقة؟ هل تأمرهم أن يقطعوا أقاربهم وأرحامهم، يظلموا من عفا عنهم، يسيئوا إلى من أحسن إليهم، تغسل أدمغتهم ليبقوا بلا حراك كالميت بين يدي الغاسل، تقلبهم كما تشاء كما تشتهي، تستغلهم، تبني أمجادا وعروشا على أكتافهم. إذا أنت شيخ طريقة خائن. إن كنت زعيم بلد
رئيس دولة، ملك مملكة، سلطان سلطنة، هل تتحرك وتسكن؟ تقوم وتقعد، تحارب وتسالم انطلاقا من مصلحة بلدك وشعبك. إذا أنت رئيس أمين، وإلا فأنت خائن. إذا استنجد بك رجل وأنت قادر على نجدته، هل تتقاعد؟ إذا أنت خائن. إذا بت شبعان وجارك إلى جانبك جائع، إذا أنت خائن. أطلت عليكم أيها الإخوة، هل ميزتم بعد هذا الأمناء من الخونة؟ ألا ما أكثر الخونة في مجتمع اليوم، وما أعرض شريحتهم، وما أشد ضررهم. فتبا لأمة هؤلاء هم أفرادها، أستغفر الله، ليسوا أفرادا. تبا لأمة هؤلاء هم حشراتها. يا شقاء أمة هؤلاء هم جراثيمها. يا خسارة مجتمع هؤلاء هم فيروساتها. يا قلة بركة مسجد هؤلاء هم رواده. يا شدة غضب رب هؤلاء هم عباده. يا شدة أسف وألم نبي هؤلاء هم أتباعه والمحسوبون عليه. فهل ميزتم الأمناء من الخونة؟ وهل عرفتم أن الأمانة ليست حكرا على دريهمات تودع عندك؟ وهل عرفتم أن الأمانة يتسع مفهومها، تتعدد نواحيها، ولذلك رفضت السماوات والأرض والجبال أن يحملنها. إن الحقوق أيها الإخوة لا يتصدق بها أحد، إنما الحقوق تؤخذ بالقوة.
كاقي براكاني سوان كاني معشوقي خزنوي كاني معشوقي خزنوي كاني معشوقي خزنوي كاني معشوقي خزنوي ضايب ويدنجي زلال طابي بشين كاشو نوال سليل ليلين وق غزب بعدن بتشج دلو كذب بطر بزان راس تشب أبروج روجا خزنوي أبروج روجا خزنوي. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. نحمدك اللهم حمدا يوافي نعمك ويدفع نقمك ويكافئ مزيدك. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وقائدنا محمدًا عبد الله ورسوله وخاتم أنبيائه فلا نبي بعده. من رغب في سنة محمد وصل، ومن رغب عن سنته غوى وخسر وضل وانفصل. اللهم فصل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم صاحب الخلق العظيم الذي أرسلته رحمة للعالمين، وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أوصيكم عباد الله بتقوى الله، أما بعد. أيها الإخوة المسلمون، ما من نعمة يمتن الله بها على الأمم والشعوب والدول كنعمة العدل. أكبر وأعظم نعمة يتجلى الله بها على الأمم والدول، ومن دونها فالأمم والدول في خراب. وفي هذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إن الله لا ينصر الدولة المسلمة لو كانت ظالمة،
وينصر الدولة الكافرة لو كانت عادلة. السبب في ذلك أيها السادة أن الظلم سبب لخراب العمران وزوال الدول وفناء الأمم ووقوع الفوضى وغموض المستقبل. ولذلك كان العدل من أهم أسس رسالة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. يقول المولى عز وجل في بيان رسالة الأنبياء: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. فالظلم ظلمات يوم القيامة. وللدلالة على بشاعته ابتدأ الله في حرمته على نفسه فقال كما في الحديث القدسي: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. ولا ظلم يعلو ظلم اعتقال المصلحين الساعين في توعية المجتمعات والنافين عن الدين تحريف الغالين وتأويل الجاهلين. وهذا بالضبط ما يحصل مع شيخنا معشوق الخزنوي. إنا لله وإنا إليه راجعون. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: اتقوا دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. اللهم إنا نسألك اللطف بشيخنا، اللهم رده إلينا سالما غانما معافا يا أرحم الراحمين. اللهم عليك بمن ظلمه والظالمين يا غياث المستغيثين، يا جابر كسر الملهوفين، يا سامع شكوى المظلومين. احفظ لنا شيخنا الوالد معشوق بحفظك ورعايتك، ورده إلينا غانما سالما معافا يا أرحم الراحمين. أيها السادة الكرام، أرى الأعناق مشرئبة إلي والعيون مستفسرة عن حال شيخنا وإمام مسجدنا الشيخ معشوق الخزنوي، وأقف اليوم على منبره وفي مكانه عاجزا لا تسعفني العبارات ولا تنجدني الكلمات. كيف سأشرح وكيف أبين وأوضح حال الوالد وما هو فيه من محنة، غير أنني أكتفي بقصيدة للشاعر والأديب الأستاذ إبراهيم اليوسف،
وهو يجسد حالة الشيخ ويجيب عن كل تساؤلاتكم في هذه الأوقات العصيبة. إنها قصيدة عنونها الشاعر بخطبة الثلاثاء. إنه الثلاثاء الذي اعتقل فيه شيخنا، فأكثروا من الدعاء والتضرع إلى المولى عز وجل بأن يرد إلينا شيخنا سالما. هذه الخطبة خطبة الثلاثاء بدلا عن الشيخ معشوق الخزنوي الذي كتبها الشاعر والأديب اليوسف، يقول فيها على لسان شيخنا: كم المنفردة واسعة، كل أحبتي هنا، أخيلتهم لا تبرح موق عيني، الأصوات تأتيني، القصائد التي كتبت سرا من أجلي، صورة المصيدة في ذلك الثلاثاء الرهيب، وجوه خاطفي وهي تؤدي الأدوار، السيارة التي طارت بنا بعدئذ، حيث أنا الآن هنا لم أك غير رجل جد واضح، قلبي مشرع الأبواب دائما، لا غرفة مغلقة فيه، من يخافني إذن؟ صوتي واضح يشبه الضوء في بهائه الأول، لم أضمر حقدا يوما إلا على العتمة، أكسرها بأصابع اللهفة كي أكون الآن هكذا جزيرة معزولة، منفردتي واسعة يوسعها المحبون كلهم هنا، أسمعهم وصوتي يحفر إسمنت المنفردة الرهيبة. ساعتي متوقفة، لا تقويم قربي، أصلي الفجر ليلا، أبدد رائحة المكان، أصرخ: إنه وطني، كل بنيه ذوي، كل أشجاره، جباله، وديانه، بياراته، تخومه، إنه وطني وأحبه أكثر منك أيها السجان. هو صوتي يعود إلي، كم المنفردة واسعة، ها أنا ذا أسمع أحبتي، وهاتفي المحمول مصادر، ملقى مع العمامة في درج حديدي، وحاسوبي يلحق بي، صوتي على باب المنفردة المغلق، لا جواز سفر يحمله، ينام معي على البطانية القذرة. ما الذي تريد؟ رائحة قامشلو، كتابا عن سيرة آل ياسر،
أحبة أسمعهم يسمعونني وأنا في المنفردة الرهيبة. حمدا للجلاد يرسم صورتي يرميها في وجوه الأعدقاء وأطيار الحجل. حمدا للجلاد، حمدا للصوت يأسر الصوت حمدا، وصوتي في كل مكان. في كل مكان أنا، صورتي، صوتي، رائحتي، منتقلا من مدينة إلى مدينة، من شارع إلى شارع، من بيت إلى بيت، من كنيسة إلى كنيسة، من جامع إلى جامع، يرسمني كما أنا في مرآة الله. أكبر من قامة السجان، أكبر من المنفردة أنا. هو ذا يسألني، إنه سجاني الحنون شغفا يسأل عني في كل يوم، حيث منفردتي موصدة ومفاتيحها في جيبه، جيبه المليئة بما سرقه مني في وضح النهار. إنه يسأل عني دائما كأب حان، كصديق طعنه غيابي. المنفردة تكبر تكبر، وأنا أرتجل خطبة جديدة في جامع الذي لا يزال يبكيني كأم. لا إله إلا الله. اللهم يا غياث المستغيثين، بك نستغيث وبك نستجير. نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا أن تحفظ لنا شيخنا وأن ترده إلينا ردا سالما. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم.